النهارده نعفي عن مبارك، وبكره اهالي الضباط ومراتاتهم يطلعوا يبجحوا في وشنا ويطالبونا ان احنا نعفي عن الضباط والقناصه اللي قتلونا ايام الثوره، ويقولوا لنا باختصار شديد ان احنا عفينا على اللي اصدر ليهم الاوامر بقتلنا. انت بتعتذر لنا عن ايه؟ عن شهداء ثوره يناير؟ وفي المقابل ايه؟ هترجع لنا الفلوس اللي انت سرقتها مننا؟ من امن العقوبه اساء الادب. لو احنا قبلنا بان احنا نقبل اعتذارك في مقابل ان انت ترجع لنا الفلوس اللي انت سرقتها مننا، يبقى احنا كده بندي مبرر لكل هجامين البيوت والحراميه واللي قتلوا النفوس ان هم يبعتوا لنا طلبات عفو في مقابل ان هم يرجعونا اللي سرقوه، وبالتالي نخرجهم كلهم من السجون. هل ده اللي احنا عايزينه في مصر؟ طب الفلوس وهترجعها، عينين الناس اللي راحت دي هترجعها ازاي؟ طيب وال7 مليون اللي عندهم سرطان، وال1000 بتوع العبارة، وال3000 اللي ماتوا محروقين في قطر الصعيد، طيب واللي ماتوا تحت صخرة الدويقة، والملايين اللي عندهم فيروس سي، هتعمل في كل دول ايه؟ طب لو قلتلك عشان خاطري سامحه، اسامحه ممكن، بس على شرط واحد، يثبت لنا انه ربنا، استغفر الله العظيم، يثبت لنا انه فوق المحاسبة. احيي الشهداء من جديد، احيي الاموات يا مبارك، رجعهم للحياة تاني، رجع الاطفال اللي ماتوا لامهاتها تاني، رجع الازواج اللي ماتوا لمراتاتها تاني. عايزنا نسامحك؟ رجع كل دول. بالمناسبة شعب مصر زهق من محاولات جس النبض المستمرة، شعب مصر زهق من بالونات الاختبار الكدابة كل يوم. كده مش كويس لأي حد في البلد دي. ملحوظة، كان اسمها ثورة 19، ثورة 52، ثورة 77، ثورة 1805. طول عمر الثورات بتتحسب بالسنين، عمرها لا كانت بالشهور ولا بالأيام، والسنة دي طويلة، الثورة لسه ما خلصتش.